هذا أغبى إنسان داخل المجرة. هذا كان المفروض الدولة جائزة نوبل للغباء. عايش على الذباب الإلكتروني. محمد بن سلمان ولي العهد السمو والأميرة خادم الحرمين، عايش جو الحكيم، عايش دور إنه سياسي خطير، وفي الحقيقة أغبى إنسان داخل درب التبانة. هذا الذي نفذ أغبى عملية اغتيال في التاريخ. عندما اغتال خاشقجي، عندما تغتال شخص ضروري تكون ذكي، ما حد يعرف من وراء هذا الاغتيال إلا هذا. اغتال خاشقجي عرفوا العالم إنه هو الذي اغتال خاشقجي. هذا الذي بيتخذ قرارات غبية، بيتدخل في سياسة لبنان، ويتدخل في العراق، ويتدخل في الشأن القطري. هذا الذي اتخذ أغبى قرار عندما واجه اليمن 9 سنوات وهم بيقصفوا اليمن أكثر من 300,000 غارة. ليش؟ لأنه غبي. في واحد عاقل يواجه اليمن؟ ما بس. هذا الغبي 9 سنوات وهم بيقصفوا اليمن، دمروا اليمن، بيوت، مدارس، أسواق، جوامع، صالات، أعراس، وفي الأخير استسلموا. تخيلوا 9 سنوات بيقصفوا اليمن واليمن ما بترتش، لأن هذه الأيام ما بيسمع اليمن إمكانيات. كان يقصفوه ما معك إلا تغطيه وشك، لا يقرح الصاروخ فوقك، ما بيش ما نرد، ما بيش ما ندافع عن أنفسنا. 9 سنوات وهم بيقصفوا اليمن، وفي الأخير انتصرت اليمن بدون ما ترد. ما بالكم اليوم وكذا اليمن معاها صواريخ، معاها الفرط الصوتي، ومعاها المسيرات، والسيفي حق اليمن قد شاهدها العالم 2 احنا وأمريكا وإسرائيل في الجو والبحر، تصاكعنا، رعفنا أمريكا وإسرائيل. عدم السعودي. اليوم اليمن أصبحت قوة عظمى يا سعودية، ما احناش مثل زمان. احنا الآن مستوانا فوق مستواكم. اليوم يا سعودية اليمن بتنظر إليكم نفس الناموسة. احنا اليوم مستوانا أمريكا، بريطانيا، فرنسا، من عد المواجهة هذه الدول. قد أعدينا العدة جاهزة لمواجهة أمريكا احنا الآن من عد لمواجهة يأجوج ومأجوج. ما عاد احنا حولكم يا سعودية. فنحذركم من أي اتخاذ قرار غبي، لأنكم أغبياء، فمنحذركم انتبهوا من أي قرارات خاطئة ضد الشعب اليمني. نحذر السعودية وننصحكم فكوا الحصار الجوي، البري، البحري عن اليمن. ريحوا لكم مننا، خلوا لليمن حالها. أرامكو الذي بتدخل لكم في اليوم مليارات الدولارات فرط صوتي من حق اليمن الذي كان يوصل إسرائيل في 6 دقائق هيوصل لكم في ثواني. أمانة ما تسمعوا إلا قارح. نطير العقال حق بن سلمان للأردن. ريحوا لكم من اليمن. كل الذي دمرتوه خلال 9 سنوات ب300,000 غارة وأكثر ما دمرتوه، تبنوه. قال مثل من كسر جبار. قصفتوا بيوت، مدارس، مستشفيات، مؤسسات، شركات. ليش تقصفوا اليمن؟ قالوا احنا قصفنا اليمن بطلب من الشرعية اليمنية. اسمعوا ايش قال الرئيس الشرعي هذيك الأيام، اسمعوا. ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي. وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا يعني. حتى أنا كنت قول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل. سمعتوا الدنبوع الشرعي قال لا لي علم ولا أنا داري ولا. السعودية قصفت اليمن من نفسها، اجتهاد شخصي من أجل أطماعها السياسية. شافت اليمن بتتحارب بينها البين اشتباكا، قالوا نقصف وندمر، يشتوا يفرضوا سيادتهم على اليمن، يشتوا ينهبوا ثروات اليمن فوق ما قدي منهوبة. قالوا فرصة. قصفوا الحوثيين على المؤتمرين، على الإصلاحيين، قصفوا الصالة حق الموت الذي كانوا بيعزوا كلهم مؤتمرين ما همش حوثيين. قصفوا بيت عفاش، قصفوا بيوت مؤتمرين، قصفوا بيوت صاحين، بيوت مؤتمرين، قصفوا الأخضر واليابس. ما همش حبا في اليمنيين ولا من أجل الشرعية، كذابين من أجل أطماعهم. قصفوا اليمن 9 سنوات في الأخير فشلوا، واليوم نطالبهم ببناء ما دمروا، وهذا حق شرعي. تقصف اليمن ليش؟ بصفتك من؟ لو كان فيكم خير انكم اصلحتوا بين اليمنيين، وانتم كنتوا قادرين تصلحوا بينهم صلح اخوه، مش انكم تدعموا طرف يقصف طرف يقتل طرف يهجم فوق. هذا من اجل الفتنه. السعوديه هي سبب كل ما احنا فيها اليوم. فالسعوديه تبنوا ما دمرتوا، ولا عن رد السعوديه نفس ما فعلتوا باليمن. امان الله فرط صوتي لا نرد السعوديه
لا أيام قريش، لا قبل 1400 سنة. معانا الإمكانيات، ما نخليكم ترجعوا إلى أيام الأصنام والأزلام والأنصاب. ما قصدكم. اليمن عتجيش مدمرة، لا بنيات تحتية ولا مؤسسة ولا شركات، وانتوا طامحين في رؤية 2030. قسما بالله لا نرد 2030 صحراء. يا كم من ملعون. قناة تغيير مود.